سنوات مرت والإصابات الناجمة عن العنف المسلح تحسد أرواح المدنيين. في هذا المشهد المليء بالمعاناة تبرع متضوعون للتخفيف من آلام ما يعانيه المصابون المدنيون، فبدأوا في إنشاء خدمات إسعاف لإيصال الجرحى بأقصى سرعة ممكنة على الأقل إلى المستشفيات. عندما كنا نشاهد مصابين في المعارك يموتون نزفا وهم في طريقهم إلى المستشفيات، تحركنا للقيام بما نقدر عليه تجاه المدنيين. الحمد لله خطونا خطوة إيجابية وأسعفنا منذ بدء هذه الخدمة نحو 5000 جريح. ما إن تندلع المواجهات بين الأطراف المتنازعة حتى تتوالى النداءات على القائمين بخدمة الإسعاف من كل حدب وصوب لإسعاف المصابين. مجموعة من سيارات الإسعاف تستجيب لنداءات المصابين الذين يقعون في أتون النيران المتبادلة أو القصف العشوائي الذي كثيرا ما يستهدف الأحياء السكنية. إلا أن خدمة كهذه وفي بلد مثل الصومال لن تكون دون تضحيات، فمع استمرار المعارك وتنقلهم في الأحياء التي تدور فيها الاشتباكات لإسعاف الجرحى قد يواجهون مضايقات من الأطراف المتحاربة بتهمة نقل جرحى هذا الطرف أو ذاك، أو القول بأن جهة ما تنوي تنفيذ عمليات تفجيرية باستخدام سيارات إسعاف. جهد كبير يقوم به المسعفون الذين تستدعيهم إنسانيتهم إلى مسرح الأحداث من أجل إنقاذ غيرهم من الجرحى والمصابين، بعد أن بقيت أطراف النزاع كما يبدو عاجزة عن إحجام فوهة بنادقهم. عمر محمود، الجزيرة، مقدشو.